اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي وده تاسع موسم فانتزي ليا. حذرت في الفيديو اللي فات من ان ونصحت ان محدش يعمل اي ترانسفير خالص ويستنى لحد الديدلاين. و نبهت ان في ماتشات في الاف اي كاب والاي اف ال كاب، وان الماتشات بتاعه الاسبوع 21 هتتقسم على اسبوعين، هيتلعب هنا 5 ماتشات وهنا 5 ماتشات، ففي جاب عن ال5 ماتشات التانيين مش هيبقى عندنا اي معلومات عنها، والديدلاين هيجي واحنا ما شفناش مؤتمرات صحفيه لل5 ماتشات دي. فكنت بنصح ان محدش يعمل اي فري ترانسفير، وده فعلا اللي حصل. كل اللي عمل ترانسفير ندم ان هو ما استناش الديدلاين، لان ظهرت اصابات زي بوين اتصاب في الماتش بتاع الاف اي كاب، زي تريند الكسندر ارنولد اللي عرفنا ان هو هيغيب شهر، زي اوليزيه اللي عرفنا وشفنا ان هو لسه ما عملش ريكفري مع كريستال بالاس. شفنا لعيبه زي دي بروين اتكلم في تصريح ليه هو على لسانه ان هو لسه مش متوقع ان هو يبتدي اي ماتشات، وان هو ما ياخدش دقايق كتير لعب الفتره الجايه برغم ان هو نفسه في كده، فواضح عدم جاهزيته. شفنا كمان ان هالاند لسه واضح ان هو لسه مش جاهز برضه عشان يبتدي ماتش نيوكاسل في الاسبوع 21. كل دي فاكتورز كانت جديده، في لعيبه دخلت على خط جديد زي ايفان توني، زي تيمو فارنر اللي توتنهام اشتراه، وزي باك ليفت كمان برينتفورد اشتراه بديل لهنري اللي هيغيب فتره طويله، ممكن لاخر الموسم مش هيكمل. كل دي حاجات حصلت في الاسبوعين اللي فاتوا. فكل اللي هو تريث وصبر انه على الفري ترانسفير لحد ما ديدلاين يقرب كسب منهم انا. الحمد لله. اللي استعجل طبعا اتضر شويه، لان هو كده كده احنا عارفين ان صلاح وسون مش موجودين، فانت محتاج مثلا تمشي الاتنين، ممكن تكون محتاج تعمل -4. فلو جبت لعيب زي بوين وممكن شاكك فيه ان هو ما يلعبش، هتضطر تمشيه تاني او تضطر يعني تلاقي خططك اتغيرت خالص قبل الديدلاين. نصيحة الفيديو ده اللي بقولها وضروري جدا جدا جدا، انا شايفها نصيحة مهمة جدا جدا، لان هي هتفرق معاك في تفنيشة الموسم وترتيبك العالمي او في الدوري اللي انت فيه. والنصيحة هي انك ما تستخدمش الوايلد كارد، ما تستخدمش الفري هيت، ما تستخدمش اي تشيب كارد او ادفانتج كارد من الكروت اللي اللعبة مديها لك علشان تعدي بيها الاسبوع 21 او تعدي بيها الفترة دي على مصالح وسون ويرجع. ممكن انت تبص لشكل فريقك تحس ان انت عايز كده، بس انا عايزك تراجع شكل فريقك تاني وتحاول تكون الاستراتيجي بتاعتك انك تسيف الكروت دي لحد اخر الموسم. ليه بقول لك كده؟ لان انت لسه في دبل جيم ويك في الاسبوع 25 احتمال، وفي دبل جيم ويك كونفيرمد في الاسبوع 29 وفي الاسبوع 34 وفي 37، واحد منهم هيبقى كبير قوي قوي قوي. ممكن مثلا تلاقي 12 فريق من ال 20 فريق عندهم دبل جيم ويك. فانت في الوقت بتاع تفنيشة الموسم هتحتاج طبعا الوايلد كارد. عندك في بلانك جيم ويك في ال28، لان هو يبقى في قبل نهائي الاف اي كاب، فهيبقى في بلانك جيم ويك، فانت محتاج الكروت بتاعتك عشان تعدي بيها من الفترة دي من الاسبوع 25 لما يرجع لعيبة بطولة افريقيا واسيا، وتبتدي بقى تهندل فريقك للبلانك جيم ويك والدبل جيم ويكس كتير. وعلشان تستفيد كمان من التشيب كارد بتاع البنش بوست في الدبل جيمز الكبيرة دي، بتحتاج قبلها احنا عارفين تعمل وايلد كارد عشان تظبط فريقك كويس. واحسن وقت تلعب فيه البنش بوست زي ما احنا عارفين هو الدبل جيم ويك، عشان تكون مستعد له لازم تكون عامل وايلد كارد. الدبل جيم ويك الكبير هيبقى في ال34 او ال37، الاسبوعين دول فيهم دبل جيم ويك، فيهم واحد هيبقى كبير جدا. وفي بلانك جيم ويك كبير جدا 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 في الاسبوع 29. ممكن تلاقي 14 فريق من 20 فريق مش هيلعبوا، يتلعب 3 4 ماتشات بس، على حسب طبعا اللي هيحصل في النتائج المؤهلة بتاعة الاف اي كاب في الدور الخامس. فانت هتحتاج الكروت بتاعتك لاوقات متأخرة في الموسم، هتتزنق جدا 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 لو ضيعتها دلوقتي. افضل لك دلوقتي حتى لو هتعمل لحد -8 او -12، واستخدم اللعيبة حتى اللي انت مش بتثق فيهم على الدكة بتاعتك، استخدمهم حطهم في التشكيل الاساسي واعمل ماينس. كده كده في لعيبة كتير جدا 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 على مستوى العالم من ال10 أو 12 مليون لاعب بتوع الفانتزي هيعملوا -4 و-8، وفي اكسبرتس كمان هيعملوا -12 عشان يقدر يكفر الأسبوع 21 و22 ولحد 25 من غير ما يعمل من غير ما يستخدم الكروت بتاعته.
غير كمان البلانك جيم ويك والدبل جيم ويك هيكون رجعوا اللعيبه سون زي سون وصلاح، عايز ترجعهم في تشكيلك تاني. وفي لعيبه اللي هي دخلت على خط في يناير ممكن يغيروا شكل الدوري، تكون انت محتاج تغير خططك، زي توني، زي تيمو فارنر. فانا نصيحتي ليك اللي هقولها لك للاسبوع ده، ما تستخدمش الوايلد كارد، ما تستخدمش فري هيت، ما تستعجلش، اصبر. خلي الاستراتيجيه بتاعتك لاخر الموسم الصبر. هتستفيد جدا في اخر الموسم. ايه بقى اللي انت ممكن تستفيده دلوقتي؟ عشان ابقى قلت برضو المزايا، لان ممكن الناس تبقى مضطره ومحتاجه فعلا 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 ان هي تعمل وايلد كارد، ما يكفيهاش ماينس 8 ولا ماينس 12، فريقها سيء جدا. او لو حد عايز ياخد ادفانتج الوحيده اللي هتاخدها لو عملت الوايلد كارد دلوقتي، انك هترفرش الفريق بتاعك وتبقى مختلف عن باقي الفرق. هتفرش نص ملعبك كله، كل اللعيبه دلوقتي بتمشي سون وصلاح، انت هتمشي بسون وصلاح بس، فبالتالي هم ثابتين على باقي فريقهم زي ما هو. انت تقدر تغير الفريق كله في لحظه. في لعيبه فانتزي كتير ما عندهمش لعيبه زي ستوبينيان، لعيبه زي تيمو فارنر، حتى لعيبه زي توني. في ناس لسه ما رجعتش هالاند وهيمشوا صلاح وسون الاسبوع ده. يعني في حاجات كتير، لعيبه كتير ممكن تستفيد بيهم عندك في التشكيل، وتغير التيم فاليو بتاع الفريق بتاعك في وقت في الموسم يكون بقيه الفرق ثابته، فانت تاخد خطوه لقدام تسبقهم بيها. طبعا على ما هتروح للبلانك جيم ويك والدبل جيم ويك هيستخدموا هم الكروت بتاعتهم، وممكن بقى ساعتها انت تعتمد على باقي خطتك تكون كويسة، او تعتمد على التوفيق. ممكن يسبقوك لما يستخدموا الكروت، او ممكن تكون انت سبقت بخطوات كتيرة قوي ما يعرفوش يحصلوك. دي الميزة الوحيدة اللي هتاخدها لو استخدمت الوايلد كارد دلوقتي. غير كده انا شايف دي اللي هي حل اللي هو فيه مغامرة، ممكن يخليك تسبق لقدام ان كيس ان هما منافسين ما يحصلوش الترتيب بتاعك بعد كده لما نوصل للبلانك والدبل جيم ويك. ان كيس ان انت مش عايز تعمل المغامرة دي، فاحسن حل الصبر، واصبر على الكروت بتاعتك. اعمل ماينس 8 او حتى ماينس 12، ايوه انا بقول كده ماينس 12. استخدم اللعيبة الضعيفة اللي على الدكة واصبر على الكروت بتاعتك. لسه في اوقات اصعب في الموسم هتيجي، مش هتقدر تعدي منها بسهولة من غير كارت زي الوايلد كارد. شكرا، يا رب الفيديو كان عجبكم، واستنوا الفيديو الجاي بتاع تشكيل فريقي للاسبوع 21. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك عشان تجيلك باقي الفيديوهات. شكرا.